السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نكمل في الفيديو ده برضو على الأوتبوت لليوزر، اللي هي المخرجات أو الأوتبوتس اللي بتطلع لواجهة المستخدم. عرفنا البرنت وعرفنا البرنت لين. تمام، كانت كل حاجة في الفيديوهات اللي فاتت احنا كنا بنكتبها بين سترينج، بين دبل سترينج. تمام، دبل سترينج ده اللي هو بيتكتب منين؟ من شيفت وحرف الطه. تمام. تمام، لو انت دوست على الطه بس هيكتب سنجل سترينج، سنجل كوتيشن. معلش احنا عايزين دبل كوتيشن، فاللي هي شيفت وحرف الطه. وكنا بنكتب هنا يعني ده رقم من 10، لو طبعناه كده هيبقى 10 عادي كده. لكن لو انا مثلا عايز اجمع او عايز آه، اطبع الرقم ده كقيمة 10، احنا كده بنطبعه ككلمة. بمعنى انا ممكن استغنى عن الدبل كوتيشن دي واكتب هنا رقم 10. تمام، ونجرب نطبع كده نشوف ايه الاختلاف. مفيش اي اختلاف، طبعا على 10. طب ايه الفرق بقى بين دي وبين دي؟ على مثلا بقى انا ممكن اكتب هنا 10 زائد 2. تمام، ونيجي خلي بالك دي ما فيهاش دبل كوتيشن. تعال نرن، قال لي 12. ده معناه إيه؟ ده معناه ان هو تعامل معاها مش ككلمة، لا، تعامل معاها كلوجيك، كعملية حسابية، أرقام جمع 10 و2 وبعدين طلع لي الناتج. طب إيه الفرق بقى لو أنا كتبتهم كده؟ تعال نرن، طبع لي 10 زائد 2. بمعنى أو اللي إحنا فهمناه من الجزئية دي، إن ما دام كتبت دبل كوتيشن فبيطبع لي اللي جوه زي ما أنا بكتبه بالظبط، كقيمة أو كتكست أو ككلام كنص. بيطبع لي دايما النص اللي أنا كاتبه بالظبط. لكن لما استغنى عن الدبل كوتيشن بيبدأ بقى يشوف ده رقم فبيجمع لي الرقم عادي وبيطلع لي الناتج. بس أنا ما ينفعش أكتب له هنا كلمة، يعني هو مش فاهم دي، لكن هو بيفهم الأرقام عادي. يعني لو كتبت له هنا 10 في 10، علامة الفي عموما اللي هي شيفت و8. تمام، ورنيت هيطلع لي 100. تمام، لكن هو مش هيفهم الكلام. يعني انا ما ينفعش اقول له هنا كلام اطبعه لي، لا، هو عشان اكتب نص لازم اكتبه بالدبل كوتيشن. كل اللي انا بكتبه بالدبل كوتيشن ده هيطبع عادي. حتى لو انا كتبت كلام ومع نص مع حروف مع اي حاجه هتطبع زي ما هي. هنستفاد من الحته دي بحاجه. احنا هنقول احنا عرفنا ان احنا هنكتب او عرفنا ان برنتلين بتستخدم ان هي تطبع في نفس الصف. تمام، فلو كتبنا 2 برنتلين فالاتنين دول هيبقوا جنب بعض. تعال بقى نعمل حاجة حلوة. احنا هنقول له هنا 10 زائد 5. ده معناه انه هيطبع لي نص 10 زائد 5 مسافة يساوي. تمام، تمام جدا. هنكتب بقى تحت هنا 15. طبعا قال لي 10 زائد 5 ايكوال 15. انا بقى ممكن اقول له انت هنا اطبع لي 10 زائد 5، بس انا ما حطيتلوش دبل كوتيشن. هو كده هيجمع لي 10 زائد 5 ويطلعها لي. اذا هو في الاول هيطبع لي القيمه كتكست، وهنا هيطبع لي الناتج بتاعها، لان انا ما حطيتلوش دبل كوتيشن. فقال لي 10 زائد 5 بيساوي بيساوي 15. ممكن هنا نحط سبيس كده عشان يبقى شكلها مريح نفسيا. تمام، كده 10 زائد 5 بيساوي 15. طبعا عندنا بقى عملية حسابية زائد في ناقص، وممكن بقى نكتب شوية برنتلين حلوين كده. نمسكهم زائد ناقص في على، وآخر حاجة موديلس وهي باقي القسم. نرن. أول حاجة 10 زائد 5 15. تاني حاجة 10 ناقص 5 5. 10 ب5 ب50. 10 على 2 فيها 10 على 5 فيها 2. هنا ده المودولس ده اللي هو باقي الاسم يعني يعني لو أنا قسمت رقمين على بعض ودول ما ينفعش يتقسموا على بعض، فبيشوف أقرب قيمة للرقم ده يتقسم على الرقم التاني وبيطلع لك الباقي بتاع الاسم. بمعنى 10 على 5 فيها الكام؟ فيها 2. فإذا ال- 10 بتقبل الاسم على على 5. طيب لو كتبنا هنا 4، خلينا نكتب 3 الأول. 10 على 3 فيها كام؟ فيها شوية كسوب. طيب أقرب قيمة أقرب قيمة إن 10 دي تتقسم على 3، يعني أقرب عدد غير ال3 طبعا ننزل لتحت مش هنطلع لفوق، اللي هو 2. 10 على 2 فيها كام؟ فيها 5. إذا
هيبقى باقي معايا كام من التلاتة؟ واحد. يبقى معايا واحد. يبقى المفروض هنا المتبقي هيبقى واحد. تعال نطبع كده واحد. ليه؟ إن هو بيروح يشوف الرقم اللي أقل من التلاتة ويقبل الاسم على 10 وبعدين إيه؟ يرجع لي. طب لو أنا كتبت اتنين، لو هو الرقم بيقبل أصلا فيرجع لي إيه؟ يرجع لي ستة، زي ما رجع لنا إيه في الخمس. تمام كده عرفنا إيه؟ عرفنا الجزئية دي. نخش على الجزئية اللي بعدها اللي إحنا عايزين نعرفها، وهي إن إحنا ممكن في البرنتلن نطبع أكتر من حاجة جنب بعض. بمعنى إحنا قلنا إن إحنا ممكن نكتب نص بين سترينج، يعني ممكن أقول له هنا 10 زائد 5 إيكوال. تمام. ممكن بعد الكوتيشن التاني ده أو الدبل كوتيشن ده أعمل مسافة كده. هقول له طبعا مش لازم مسافة يعني، بس أنا بعمل عشان أنا أعرف أقرأ الكود وأكتب نص تام، وأكتب هنا 15. تعالى كمان نطبع نشوف إيه اللي هيتم. طبعهم لي لازقين في بعض، ما طبعليش الزائد. تلاحظ ان انا كتبت ليه. هو بيبدا جوه يشوف اللي انا كاتبه بين الدبل كوتيشن اللي هو ده، يبدا يعمل له كونكاتينيت او دم مع اي سترينج تاني انا كاتبه وبينهم علامه زائد. يعني لو كتبت هنا زائد مثلا نكتب علامه دولار مثلا، اي حاجه، ورنينا تاني، فهو بعد ال 15 هتلاقيه طبعا الدولار بالشكل ده. تمام. يعني انا ممكن افصل المتغيرات بتاعتي او معلش المتغيرات سيبك من كلمة المتغيرات دي لسه هنعرفها بعدين. ممكن افصل بين الاوتبوت اللي راجع، او اطبع اكتر من حاجة جنب بعض وافصل بينهم بزائد. وانا ممكن استفاد بدي ايه؟ ممكن اقول له ان هنا دي ايكوال، ان ده 10 زائد 5. وهنا بدل ما اكتب دبل كوتيشن لا اقول له هنا اطبع لي بقى ناتج الكلام ده اللي هي 10 زائد ايه؟ زائد 5. تعال نرن كده. بص بقى هنا ايه اللي تم. طبع لي 155. حد عارف ليه 155؟ اه مش بلاش تفكر عشان ما تخشش الدنيا ببعض. لما بكتب اكتر من زائد زي كده، تمام، هو بيتعامل معاهم كلهم يعني ده هيطبع وده هيطبع وده هيطبع. فبحل المشكلة دي ازاي؟ اجي ماسك دول كده، احطهم ايه في قوسين كده جنب بعض. تعال نرن. طبع لي 15 دي 15 زائد 5. طبعا المفروض نكتب هنا إيه؟ 15 زائد 5. معلش كده أنا قلت له 15 زائد 5 بيساوي إيه؟ 20. وقلت له هنا التكست النص، وعملت له هنا العملية إيه الحسابية. وخد بالك إن حصل معانا مشكلة إيه؟ إن لازم نحط دول بين قوسين عشان ينفذهم الأول. وبرضه هنشرحها بعدين حتة ليه كتبنا قوسين هنا دي، أنا شوية كده بعدين يعني. فاحنا كده في الفيديو ده عرفنا ازاي ان احنا نعمل عملية حسابية في الاوتبوت، ازاي نطبع نص وجنبيه رقم او جنبيه عملية حسابية، وعرفنا شوية عمليات زي الجمع والطرح والضرب والقسمة وضاء القسمة. ويعني بدأت إن شاء الله إيدك تاخد على البرنتلين وعرفت يعني اوتبوت. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتعمق أكتر ونبدأ نعرف يعني إيه بقى متغيرات، ونزود الدنيا شوية في المعلومات بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.